يا ترى ايه هو افضل حي في بيت الوطن؟ النهارده هنعمل مقارنه بسيطه ومباشره ما بين اهم احياء بيت الوطن، وهنشوف مع بعض انهي انسب فيهم كسكن او استثمار. بيت الوطن في 8 احياء رئيسيه، كل حي فيه مميزاته وعيوبه، وموقعه هو اللي بيفرق في السعر والقيمه. الحي الاول وده انا بسميه الحي السريع، ليه؟ عشان قريب من طريق السويس والسعيد الشمالي، وده بيخليه مناسب للي عايز يدخل ويخرج بسرعه من التجمع. ده هيكون مناسب ليك امتى؟ لو انت عايز سكن عملي او استثمار سريع، او لو انت مشاويرك بره التجمع كتير. اما بقى العيوب فالترافيك فيه عالي جدا، فده هيسبب زحمه في المستقبل، وتشطيب الواجهات مش موحد، ليه؟ عشان خاطر المطورين هناك كتير جدا. اما بقى الحي الثاني فهو اعلى في الهدوء وافضل تنظيم. الحي الثاني شبه الحي الاول كموقع، ولكن شوارعه اوسع وواجهاته منظمه اكتر، مناسب لمين؟ سكن عائلي او ناس بتحب الهدوء او استثمار قليل البدء. اما العيب الوحيد اللي فيه ان هو سعره اعلى من الحي الاول، وده عشان خاطر اللوكيشن بتاعه المميز. نيجي بقى للحي الثالث والرابع، قلب بيت الوطن والاعلى طلب عليه. الحي الثالث قريب من مشاريع مميزه في التجمع زي ماونتن فيو وبالم هيلز وادريس ايست، وقريب من الدليل الاوسط. اما من مميزاته اللي هو قريب من الدليل الاوسطي وقريب من العاصمه الاداريه. مناسب لمين؟ مناسب للسكن والاستثمار بس مش دلوقتي. نيجي بقى للحي الرابع وده اكتر حي عليه طلب. الحي الرابع هو الاشهر، ليه؟ عشان موقعه استراتيجي، عشان قريب من كل الخدمات وقريب من النادي الاهلي ومحور النوادي. مميزاته نسبه اشغال عاليه وعليه طلب كبير وسعره ثابت وبيزيد. مشكلته الوحيده اللي هو اعلى سعر في بيت الوطن تقريبا. الحي الخامس هو الحي الاقرب للعاصمه الاداريه، وده بيخليه فرصه كويسه للاستثمار. مميزاته الاسعار فيه مش عاليه قوي، بس عيوبه اللي لسه ما فيش انشاءات كتير. الحي السادس ولا هو بعيد عن الزحمه ولا هو قريب منها، وده بسبب ايه؟ بسبب المونوريل، وده بيخليه من اهدى الاحياء في بيت الوطن. مناسب للسكن العائلي، وده عشان خاطر المساحات اللي فيه كلها مساحات كبيره، وده برضه هو عيبه عشان خاطر ما فيهوش مساحات صغيره، كل اللي فيه مساحات كبيره بس. الحي السابع سعره كويس بالنسبه للوكيشن بتاعه، ده بقى مناسب لمين؟ مناسب للناس اللي عايز تستثمر ومش معاها بادجت كبير. الحي الثامن وده اخر حي في بيت الوطن، هيكون مستقبلا كويس عشان خاطر المشاريع اللي حواليه. تعالى بقى نلخص بيت الوطن في كلمتين. الحي الاول سعره متوسط، قريب من التسعين الشمالي ومن طريق السويس، ومناسب للناس اللي بتنقل كتير. الحي الثاني سعره اعلى شويه بس هادي ومنظم ومناسب للعائلات اكتر. الحي الثالث اسعاره من متوسطه لمرتفعه، موقعه كويس ومناسب للسكن والاستثمار. الحي الرابع هو اعلى سعر وفي نفس الوقت هو اعلى طلب ومناسب للسكن والاستثمار. الحي الخامس سعره متوسط، موقعه قريب من العاصمه، كاستثمار مستقبل كويس. الحي السادس سعره عالي ومناسب للسكن العائلي. الحي السابع سعره كويس بالنسبه لميزانيته المتوسط. الحي الثامن برضه سعره كويس بس استثمار طويل الامد. ده كان ملخص لبيت الوطن. لو انت عايز تعرف افضل المشاريع اللي تناسبك ابعت لي كلمه بيت الوطن على الواتساب وانا هتواصل معاك بنفسي. وخليك فاكر مفتاح شقتك مع مهدي.